ايضا كان في عرض اماراتي قوي بالنسبه لامام عاشور، لكن اداره النادي الاهلي رفضت هذا العرض. طبعا امام عاشور من اهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي واحد الاعمده الرئيسيه في الفريق. برضو قفشه كان جاله عرض من احد انديه السعوديه، ولكن كابتن خطيب شخصيا قال له لا، انا مش موافق على هذا العرض. وبالتالي برضو قفشه برضو من اللاعبين المهمين في الفريق، واللي بيغير نتائج مباريات كتير، وسبب من اسباب الحقيقه حصول النادي الاهلي في بعض المباريات على 3 نقاط. وبالتالي طبعا كانت مباريات زي بيراميدز مثلا كانت مهمه جدا. السوبر المصري برضو ده كان مهم جدا بالنسبه ليه النادي الاهلي. يعني امور كتير الحقيقه بالنسبه لقفشه بنجاحه الحقيقه مع الفريق في تخليص بعض المباريات. ايضا كان في بعض العروض اللي جات لياسر ابراهيم وتم رفضها نتيجه برضه اقتراب رحيل محمد عبد المنعم